المنتخب الاثيوبي قدم مباراه رائعه في كاس الافريقيه الاخيره. كابتن خالد، هناك بعض اللاعبين المتواجدين ايضا في منتخب اثيوبيا، منهم جريما طبعا اللي متواجد في سان جورج، وتحت القياده الفنيه لمايكل كروجر. هتكون مباراه صعبه لنادي الزمالك ايضا امام سان جورج. هو طبعا لازم نقول ان ده فيها مايكل كروجر المدير الفني اللي هو الالماني اللي كان بيدرب نادي المقاولين، بيدرب نادي المصري، وعنده يعني خبره كويسه جدا بالكره المصريه وبتعاملات اللاعب المصريين. بس انا اللي مريحني طبعا نادي الزمالك في الوقت الحالي بيقدم افضل مبارياته وافضل مستوياته، فريق ممتاز جدا، عنده الامور التكتيكيه عاليه جدا، وضحت في المباراه الاخيره اللي كانت بتتلعب في الكونغو، وقدم مباراه تكتيكيه ممتازه جدا على الرغم انه كان كسبان 1-0 النتيجه قليله جدا. الفريق الاثيوبي انا بالنسبه لي مفاجاه. انا عملت له اثنين، يعني 4-4-2 و4-3-1-2. انا ما اعرفش بقى بكروجر ولا ليفيرا؟ لا بكروجر. لا يعني لسان جورج عملت له 4-2-3-1. 4 بالظبط. هي 4-2-3-1. هي 4-2-3-1 لان طبعا اوكاري هو راس الحربه، وبرده من اللعيبه الدوليين بالنسبه لمنتخب اثيوبيا. اثيوبيا كلها كابتن تامر مفاجئاني. وعنده دي بي اللي هو برضه لاعب في انا هقول لك اللعيبه الدوليين اللي موجودين فيهم. في اثيوبيا مفاجئاني، مستوى اكثر من رائع في كاس افريقيا، اكثر من رائع، تحرر هجومي ممتاز جدا، نواحي فنيه عاليه جدا. يعني انا حتى بستغرب من الانديه المصريه في لعيب اسمه صلاح سعيد. بيلعب في ليرز. النادي الاهلي بيدور على راس حربه، وصلاح سعيد ده من افضل اللعيبه اللي ممكن تلعب راس حربه، وممكن يتكلموا مع ماجد سامي في وادي دجله ويشتروه عادي جدا، لعيب رائع اكثر من رائع، عامل بطوله هايله. على فكره مهاريا وطويل القامه، ودي غريبه جدا. لاعب عنده فنيات عاليه جدا، لاعب بيحرز اهداف، بيعمل صناعه اللعب، راس حربه صريح ممكن تلاقيه. فانا مستغرب يعني صلاح سعيد ده من اللعيبه الاساسيين، بس مش موجود طبعا في سان جورج، هو بيلعب في ليرز. فيمكن المفاجاه بالنسبه لي اثيوبيا في النواحي الفنيه في بطوله افريقيا. المفاجاه اكتر ان هي متصدره المجموعه انا كنت عايز في كاس العالم بالظبط. انا عايز اجيب لك المجموعه بتاعتها: اثيوبيا وجنوب افريقيا وافريقيا الوسطى وبتسوانا. يعني افريقيا الوسطى طالعه يعني بوتسوانا تلعب في كاس افريقيا. جنوب افريقيا في صف اول بالظبط. اثيوبيا في الوقت الحالي 7 نقاط يعني تعال بقى على فرقه سان جورج، لان فيها 10 لعيبه دوليين. صحيح. بدايه من الحارس مرمى اللي هو تارديلي، ده حارس مرمى اساسي. في عندك باتوكو كلاعب دولي، دي بي بي لاعب دولي، الياس، ما في لعيبه اساسيين وفي لعيبه مش اساسيين. الياس لاعب دولي، ايساندا لاعب دولي، تسفاي لاعب دولي، بيكالي لاعب دولي، جيرما لاعب دولي، بارزينوبو اسمه بارزينوبو لاعب دولي، وفي الاخر في الاخر اوكاري لاعب دولي. فرقه امكانياتها الفنيه عاليه جدا، فرقه متحرره جدا في النواحي الهجوميه، بتلعب كره هجوميه ممتاز، ما عندهمش مشاكل. يعني ممكن النادي الاهلي يوصل، النادي الزمالك يوصل للمرمى، ممكن يحرز اهداف، بس اتفاجئ ان الفرقه دي تكتيكيه ممتازه، فنيه ممتازه جدا. خطورتهم الجبهه اليسرى اللي فيها اللي هو باتوكو، لاعب ممتاز، امكانياته الفنيه عاليه جدا، لاعب سريع، برضه ممكن يكون خطر على جبهه نادي الزمالك، مع ان الجبهه اليمنى في نادي الزمالك من اخطر الجبهات، واعتقد ان دي ممكن يكون يعني المباراه الحقيقيه بكره بين الجبهه اليسرى والجبهه اليمنى بالنسبه لنادي الزمالك وسان جورج. قلبين دفاع ممتازين في الكرات العاليه، ممتازين في حته الرقابه، مش شكلهم خالص الطبيعه الافريقيه، لانهم مدربين بالشكل الالماني عن طريق مايكل كروجر، وعاملين اداء ممتاز، حتى على طريقه المنتخب الاثيوبي ممتاز جدا. دي بيبي اوزاك ايزاك او الياس واحد من الاثنين. تمام. في جيرما كمدافع ايمن كمان، وفي ايساندا اللي هو ايساندا ممكن يلعب كمدافع ايمن كمان. فدي يعني جابها فيها تغيير شويه، ودي ممكن تبقى كويسه لمحمد عبد الشافي وصبري رحيل، ممكن تبقى نقطه تحول او التقاء بالنسبه للزمالك. الاثنين اللي في نص الملعب تسفاي وجوزيه فاليم، قدرات دفاعيه عاليه، اهتمامه اكتر من الناحيه الدفاعيه. يمكن تسفاي بس اللي واخد الجانب الهجومي اعلى بالنسبه لفرقه سان جورج. مساعد جيد جدا لباكالي كلاعب صانع العاب، مساعد جيد جدا كمان لبارزينوبو اللي هو رقم 20 كوسط ايسر، وكمان جيرما لاعب عنده امكانيات انه يلعب راس حربه، وامكانيات انه يلعب كلاعب وسط ايمن او وسط ايسر. ودي على فكره من الميزه اللي عاملها كروجر، عندهم المعدل البدني ممتاز، الكرات العاليه ممتازين جدا فيها اللي هي على المنافس، الهجمه مرتده نظرا لسرعه بارزينوبو وباتوكو وجيرما وكمان اوكاري ممتازين جدا. عشان كده بقول حذار الزمالك على نور السيد وابراهيم صلاح والاربع مدافعين، وخاصه القلبين. ليه القلبين؟ لان الاثنين اللي هو اوكاري وجيرما لعيبه عندهم امكانيات فنيه عاليه جدا، ممكن يتعبوا نادي الزمالك في حته مهارين جدا ممتازين. انا بقول لك فرقه خطر، تلعب كره على الارض وصراع. انا شفت لهم المباراه اللي هم بتاعت جليبا 1-1، وكانوا بيلعبوا خارج ملعبهم، فرقه عندها الامكانيات الفنيه كخارج ملعبها ان هي تلعب 4-1 4-1، بيخلوا جوزيه فاليم يلعب كلاعب ارتكاز،
ويلعب باربع لاعبين اساسيين اللي هم في نص الملعب. تسفاي بيحط لقدام شويه كامبي باكالي، وبارزينيبو بيلعب كوسط ايسر، وجيرما بيلعب وسط ايمن، بيلعب قدامه اوكاريك راس حربه. ده للتامين. وبعد كده بيتحول الهجمه المرتده، بيبقى عنده ثلاث لاعبين هنا، بارزينيبو كلاعب وسط ايسر امامي، نفس الموضوع جيرما، ويخلي اثنين لعيبه ارتكاز ثابتين، تسفاي وجوزي فالم، تحسما الهجمه المرتده للفرقه المنافسه. هي مباراه بكره سلاح اطراف، لان طرفين ملعب ممتازين في كلا الفرقتين، اذا كان الزمالك او نادي سان جورج. وسط ملعب اعتقد ان الزمالك وسط ملعب نسبيا اعلى بنور السيد واحمد حسن اللي بيلعب عنده خبره، نفس الموضوع كمان لابراهيم صلاح. الاهم هو حته بس السيطره على وسط الملعب مهم جدا نادي الزمالك، لان طبعا زي ما قلت لك اذا استحوذوا على نص الملعب باثنين طرف ملعب هيبقوا مشكله للزمالك في الهجمه المرتده. وانا اتصور ان كروجر عارف قيمه اطراف نادي الزمالك، عشان كده هيلعب على التامين. عارف قيمه نادي الزمالك في حته التسديد من خارج خط 18 لمجموعه لعيبه، اذا كان احمد حسن، نور السيد، او احمد جعفر، او محمد عبد الشافي. حسن بره التشكيل اعتقد. ما يعني بره التشكيل فعلا، بره يعني يبقى ممكن. اتفضل معنا الكابتن حماده انور المدير الاداري لنادي الزمالك. كابتن حماده اهلا بيك. كابتن تامر اهلا بيك، وارحب بالكابتن خالد بيومي. اشكرك يا كابتن. كابتن حماده، مباراه صعبه